صوفيا من مدريد صح؟ صوفيا من يفوز بكره صوفيا؟ والله انا ما يهمنيش كون يفوز غدا، اللي بغى يفوز بجوج بهم مزيانين، ولكن انا عندي سؤال لك مباشر لك الاستاذ خالد. هو ان في المجلس اللي قبل هذا انكم حطيتوا جميع ضربات الجزاء اللي قلتوا انتم بانها ضربات جزاء صحيحه للمنتخب الكرواتي، وما جبتوش ضربه الجزاء اللي هي صحيحه للمنتخب المغربي اللي ملي دفع النصيري في واحد الكره عرضيه. اي دقيقه كنتوا اما انكم تجيبوا جميع ضربات الجزاء اللي كانت محققه، ولا ما تجيبوش، ماشي تجيبوا جهه وجهه ما تجيبوهاش. اختي صوفيا، وكان في ذاك المجلس اسمح لي باش ما يكونش دغيا يدوز الوقت، وكان في ذاك المجلس اللي قبل هذا شويه ديال التحامل على المنتخب المغربي. انا لا اتكلم بعاطفه، وانما ما شفت وما شاهدت. طيب انا كان شويه ديال التحيز، وانكم درتوا اللعابه المغاربه بانهم ضد الحكام، وكانوا داروا افعال انها لا تليق، وهضرتوا بطريقه انه شويه ديال التشويه الصوره ديال اللاعب المغربي، وقلتوا بان حكيميه نصر على فالنتينو وما عرفنا شنو. كانت نهايه جميله، بدات جميله، كان خاصها تنتهي جميله، ماشي تنتهي ان فيها شويه ديال التشويه الصوره. طيب. هذه وجهه نظري انايا، لا اتكلم بعدها، وانما ما رايته كان في واحد شويه ديال الغيظ، واحد شويه ديال ان لمتوا الناس مألومين بالنتيجه، وزدتوا عليهم بطريقه الكلام على المنتخب المغربي. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، جيبوا ديال المنتخب الكرواتي وتجيبوا ضربات الجزاء المستحقه ديال المنتخب المغربي. هذا هو اللي كنعرفوا، ما تكونش الحياد. غير احنا ماشي ضد ذاك الحكم، الله يسهل عليه، هو حكم مزيان، حكم المباراه جيدا، ما نقولوش، ولكن لكل فرس كبوه. ممكن انه تكون عنده كبوه، ماشي جمع انه كان داير المباراه 100%. وهذه هي كلامي صافي وشكرا. واللي يفوز صوفيا، اول حاجه مبروك للمنتخب المغربي، احنا نقولنا شرف العرب وشرف افريقيا وخذ المركز الرابع على العالم، هذا انجاز غير مسبوق ابدا لاول مره يحصل، وتستاهلون الفرحه. ونقول خساره مباراه، نقول هارد لك على خساره المباراه فقط، لكن احنا مربوحين وربحنا بالحصول على المركز الرابع على العالم. النقطه الثانيه يا اختي صوفيا، بارك الله فيك، انا عندي 3 محللين من المغرب، الكابتن طلال القرقوري والدكتور حسن حرمة الله والكابتن الحسين عموته، 3 من المغرب كانوا متواجدين وكانوا يشاركون في التصويت، واخذت تصويت، وحتى انا سالت 2 أو 3 مرات على الهواء مباشره اختي صوفيا، وقلت هل هناك لقطات نحطها تطلبونها كذا؟ هم قالوا لا نكتفي، وبالعكس هم اللي تكلموا على الحكم. كانت لقطه اللي هي يدفع فيها المدافع الكرواتي النصيري، فاش كانت كره عرضيه. ابدا صوفيا، انا بس بعد اذنك لو سمحتي، انا ما طلبتين ما نقاطعك. وفي شغله ثانيه فيما يخص الكابتن اللاعب اشرف حكيمي، هذا مش من عندي ان انا قلت انه هو، انا ما قلت حتى تهجم على رئيس الفيفا، ولكن قلت انه صار في نقاش حاد من الكابتن اشرف حكيمي باتجاه رئيس الفيفا فيما يخص المباراه. النقطه الثالثه، بس لو تعطيني اللقطه التي تطلبينها انه في بلنتي للمغرب، انا الحين اعرض لك اياها على الهواء، بالعكس انا ما عندي اي مشكله، تحت امرك. اللقطه 80 ولا فوق 80، ما عقلتش بالضبط التوقيت بالضبط، انها كانت عرضيه وكان نصيري بس غادي يضربها بالراس، واللاعب الكرواتي ضربها، هبطوا بيده، دفعوا بيده. هذيك ضربه جزاء كنظن بعلمي انا المتواضع انها ضربه جزاء. انا قلت غير كما جبتوا للناس الكرواتيين جميع ضرباتهم، فالمغرب تجيبوا لي جميع ضرباته، هذا هو اللي كاين. بغيت غير يكون العدل. ولا يهمك يا صوفيا، احنا ما نرضى عليكم ولا نرضى على زعلكم، بالعكس احنا والله فرحانين لكم. الله يطول لي في عمرك، شكرا. الله يحفظك. وانا بغيت نقول واحد الكلمه، عيدكم مبارك ومزيد من الرفاهيه. جزاك الله خير، شكرا يا صوفيا، شكرا صوفيا. اعطوني اللقطه بس وقت تصوير. اسامه تتكلم اللقطه تعرفها؟ مال يوسف اللي بغى يضربها بالراس بالضبط. اي دقيقه ترى هي قالت شيء 80، يعني انتم جبتوا لي يعني 83 تقريبا. ضربها كورنر من كورنر. خلينا نشوفها. انا يا جماعه الخير انا ما عندي اي مشكله اني اعرض اي لقطه تبغونها، انا جايب محللين من الدول نفسها،
انا من ساعه كان في 3 من المغرب ولا كسور فيهم اكيد يعني هم قالوا اللي عندهم، والان اسامه من المغرب ما تكلم. لا كنت في الملعب باش تشنى في الملعب. لا بلنتي هذا نشوف نحطها. بالعكس انا ما عندي مشكله اني اعرض اي لقطه، انا حتى بسال سؤال لو تبون حتى احط لكم التصويت، بس ان الوقت يعني لاعب بغى يروح جنب مسك اللاعب يعني اعاقه. الدقيقه في بلنتي تحتسب نفس وصلنا دقيقه 83 ما في شيء. ما اعرف الدقيقه كم ضربته. وصلنا 86 اعطيني دقائق. يا وصلنا فاول يا 88. كورنر يا خالد، يا فاول كورنر. مال يوسف يبغى ارتفاع مسك الدفاع الكرواتي اعتقد يا كورنر. تكلمنا على الاول اللي هي الفاول قلنا ماهوش بلنتي، اما الكره الثانيه بلنتي. بس خالد بس اعطوني اللقطات اللي كلنا حطيتوها اتكلمنا عليها اسامه، فاكر اللقطات اللي حطيتوها بالتحليل، فاكر؟ هذه اللقطات اللي كان عليها بس كل الجدل يعني ما واحد رجاء. جاسم اللقطات اللي حطيتوها بالتحليل هي اللي كانت واضحه للكل. جمال هل الحكم اثر على نتيجه المغرب يعني؟ لا بالعكس، وانا اشوف خالد صراحه بالصدق كان في بلنتي على المغرب يعني تبع كرواتيا. بينالتي بغير بينالتي في وسط المباراه. وسط المباراه كان بزاف الاخطاء لا يعني نرفز بطريقه بس ما اثر على المباراه. انا بالنسبه لي خطا كبير ديال الفيفا تعين حكم عربي. لا بالعكس يا اخي انت مونديال ليش ما تحكم عادي. بس عموما دقيقه الان سؤال، هذه الدقيقه 90 تتكلمون على هذه؟ لا هي ذي هذه ايوه بس دقيقه شباب لو سمحتوا كلهم بيتكلم وكلهم بياخذ دوره. جمال ما فيها شيء محمد الكعبي خالد مو واضحه لي، خلينا نشوفها مره ثانيه بعد. اوكي نور صبري. يعني الفار اذا يرجع لها ممكن تكون اعاقه، ممكن يكون بلنتي. احمد الرواس. لا بلنتي خالد عاق اللاعب. شوف بلنتي قد تحتسبه معه. شوف خلاه ما يصعد يعني. شوف عاق راح. اذا شو تقول بلنتي؟ اسامه ضربه جزاء بلنتي. نور عصام ضربه جزاء بلنتي. شمراني ما اشوف فيها بلنتي، ما فيها شيء. ضرب الجزاء بلنتي. عبد الله الشيباني ما في يعني مسك متعمد فيها ضربه جزاء. بلنتي. يونس ما فيها شيء. ركله جزاء. محمد الكعبي ركله جزاء. طيب تعطوني بس لو سمحتوا لون يا خالد هم من المباراه اللي مضت انت بخبرك نحن عارف. بس خلينا ناخذ تصويت قالوا نتكلم. احمد بلنتين اليوم قوم معصبين. اوكي اللي يقول بلنتي اللقطه هذه يرفع يده لو سمحتوا فضلا وليس امرا. 1 2 3 4 5 6 7 اللي يقول مش بلنتي جمال مبارك 3 ناصر ويونس. طيب انا بس اكمل سؤالي حق المحللين. محمد هل الحكم اثر على سير ونتيجه المباراه؟ لا. نور صبري هل الحكم اثر على سير ونتيجه المباراه؟ لا ابدا ما اثر. احمد الرواس. اول عشان نقيمه نجيب الاخطاء بعدين اقدر اقيم. كيف اقيم بدون اخطاء؟ انت شفت المباراه ولا ما شفتها؟ شفت المباراه فلت اعصاب اللاعبين عصبوا كثير بس مش من المباراه. خالد عليهم تراك المباراه الماضيه لان انتم قلتوا قالوا لهم الحكام كلهم شهدوا انه لهم بلنتيين فاليوم جايين خلاص مولعين. اليوم في المغرب اليوم جايين الاولين على الحكم القطري يعاونهم شيء طبيعي. لا بس الاخر يعطيهم حقهم. اسامه السؤال لا خليك تكمل. خليك تكمل وانا سكت من الاول ديال الحلقه. اليوم جايين شايفين حكم قطري بالنسبه لهم ايفدين الشيء ديال الحكم المكسيكي فاذا به اصعب معاهم من الحكم المكسيكي وتما انهاروا لان ما قال الحكيم الفوتينو خطير. انا خالد اقول لك لحظه ايش قال حكم فانتينو؟ قال له مش معقول واش ما بغيش دوله عربيه تفوت دور نصف النهائي يقولوا لنا نبقاو نوصلوا نصف النهائي ونمشيو بحالنا. ليش؟ ما يصير الحكم يحكم دور قال يعني قال الحق قال يعني خلوا الحكم المكسيكي قسلنا وجا الحكم اليوم عاود قسلنا يعني واش حدنا هو نصف النهايه. خالد السؤال بعد اذنك دقيقه بس السؤال عشان نكون واضحين. احنا في كل الادوار والكل يعرف والكل شهد هني في المجلس ان احنا كلنا مع المغرب. لو الحكم بينحاز باي شكل من الاشكال بينحاز حق المغرب مش بينحاز ضد المغرب. لا يعني هذا خطير وان الحكم كان عنده ضغط كبير بغى يبين العالم كله لان رغم انه خلينا نتكلم رغم انه عربي حتى بانون الذي يلعب في الدوري القطري يلعب في الدوري القطري في قطر قطري ذهب واحد الصاحب يتكلم معاه بالعربيه لمده 2 دقائق قال ما فهمناش شنو واقع
الحكم تنقفز معهم. الحين أسامة أنت قبل شوي قلت أنا في الملعب وما شفت. ما شفت البينالتي. أوكي. ما شفت البينالتي. إذا ما شفت يعني في أشياء كثيرة. لا تنقفز على البينالتي. خليني بقول لك الحين. أنا بس كنت على البينالتي. في أول 5 أو 7 دقائق عشان تعرف ان هم مشحونين المباراة السابقة. مشحونين قلتها في الاول. لهم بلنتي صحيح 100%. هاي ما نتفق عليه كلنا. متفقين. زين؟ حتى مشحونين متفقين. كرة انقطعت من لاعب المنتخب المغربي، هم قالوا هي ضربة ركنية. لما ظهرت وكلهم راحوا للحكم مشحونين تقريبا 5 لاعبين ومحتجين عليها. لما عادوها في اللقطة بالبطيء، انت ما عندك البطيء، احنا شفناه بالحركة البطيئة صح، قرار الحكم صحيح. فانت يعني حتى الحكم انشغلت نفسك معاه وسبت المباراة، لا تشغل نفسك مع الحكم. هو مشحون من المباراة اللي فاتت، هاي كلام صحيح. احنا شفنا هذه ركلة جزاء، اوكي في احيانا الحكم ما يحسبها، بس الفار المفروض يحسبها. كان بامكان الفار ان يرجع بس خطأ. طيب انا عندي لكم اقتراح دقيقة. اعطوني اللقطات اللي احنا تكلمنا فيها اثناء الفترة المسائية، بناخذ عليها تصويت. 76 اريد. هذه اللقطة الأولى، هناك مطالبة للمنتخب الكرواتي بركلة جزاء، الحكم لم يحتسب هذه اللقطة بلنتي. جمال مبارك شو تقول؟ هذا شايفه خالد انا كذا مرة بلنتي واضح. بلنتي لمنتخب كرواتيا. ركلة جزاء واضحة. ركلة جزاء واضحة لمنتخب كرواتيا. نور صبري. ضربة جزاء. بلنتي لكرواتيا. احمد الرواس. واضحه هذا بلنتي لكرواتيا. ما فهمش علاش هذا بينالتي ودير النصيب. اسامه بن عبد الله. اسامه مش معقول. اسامه يا اسامه لو سمحت. اسامه لو سمحت انا سالتك سؤال جاوبني، هذا بلنتي ولا مش بلنتي؟ لا بلنتي هذا. بلنتي. شكرا لك. يونس. حكم جامل المغرب. الحكم جامل المغرب. ناصر شمراني. هذه بلنتي، والحكم انا ارجع الكلام يونس جامل المغرب وما لقي منهم الاحترام. أوكي. بعد المباراه. بلنتي. عبد الله الشيباني. ما لقي. اسمح لي اسامه، اسمح لي معلش ابو جاسم، ممكن اتكلم ولا بس دقيقه؟ ناصر بلنتي ولا بلنتي؟ اسمح لي ابو جاسم. تفضل. اسامه انت جالس الملعب ما شفت المباراه، احنا شايفين المباراه يا اخي. اليوم الحكم هذا لو المكسيكي، انا ما شفت منتخب المغرب المباراه اللي راحوا للحكم المكسيكي. لا تقنعني اليوم انه انه الحكم هذا ظلمهم، لا مش صحيح. لو جينا للظلم انظلم الكرواتي، اكلمك بكل امانه. ايوه هذا انظلم، انظلم. كان يقول هذه ظلم المغرب. اسمعني ممكن انا كل واحد سمعناه، ممكن ولا ما؟ لا ضربة جزاء يا حبيبي. الحكم اليوم لقي تهجم بعد المباراه وما يستحق كل هذا التهجم يا اخي. صح. ليش؟ لانه عربي خليجي قطري، نتكلم بكل امانه معليش. ليش ما شفنا التهجم هذا في مباراه المكسيك؟ ليه؟ لانه مكسيكي. صح. لا تقول لي ايش مشحونين. مباراه منتخب فرنسا. منتخب فرنسا معليش. ليه؟ لانه حكم مكسيكي. هل هذا عشانه قطري وانا لازم هو يفوزني؟ لا مو لازم. لا مو لازم يلقى التهجم 6 7 لاعبين اليوم. ترى منظر اوكي، المنتخب المغربي كلنا صفقنا واشدنا فيه هنا طول البطولة. لكن طول البطوله. لكن الشيء اللي صار بعد المباراه والله ما يرضينا جميعا، نتكلم بكل امانه، لا نكون اوقات مش يستحقون العقوبه المكسيكي. لا مش قطر. اسمح لي. حتى انت ايش قلت لي؟ انت قلت لي اللاعب القطري، اللاعب فريق قطر القطري جاء اتكلم معاه ممكن 7 دقائق. ليش؟ ليه ما تكلم في مباراه فرنسا 6 دقائق؟ احتجوا بالطريقه كلها. لا طيب لحظه نمشي حبه. شوف يا ابو جاسم، شوف الجميع، شوف الطريقه. انت بعد المباراه كم كرت المفروض يطلع؟ نتكلم بكل حياديه، كم كرت المفروض يطلع؟ كلهم ينطردون كلهم. هل يعقل هذا؟ لا حتى بعد المباراه للحين لا بعد المباراه كلمه. يعني مو معقول بونو يجي من هناك يهدي 7 8 لاعبين. لا لازم ندي كل مين حقه. اليوم الحكم اوكي كان في ممكن على كلامكم في بلنتي للمغرب، في بلنتي للكروات، لكن ما كذا المباراه الماضيه خالد عشان نعرف القصه. المغرب من المباراه الماضيه ظلموا، وجاء اليوم طريقتهم خلاص. حتى المباراه الماضيه معاك المباراه الماضيه اوكي انا معاك، لكن بس ما تيجي تكرر غضبك على لحظه شو بخبرك؟ انتم كل لعبتوا كوره صح؟ اوكي انا معاك. انا بعطيك
لما يظلمك حكم وتحس انه في بطوله معينه لحظه خليه يكمل ينظلم، ما يجي يكون حتى المدرب يقول كل اللاعبين يا جماعه نحن هذه البطوله انتبهوا اذا سوى حركه روحوا للحكم. لكن خارج في حركه صح سوى انتبهوا. مش على رئيس الفيفا. ليش لان حس راسهم تظلم. جاء قائد الفريق وجاء المدرب، انا اسف، جاء قائد الفريق وجاء المدرب وشله، يعني هو راح حق المدرب، راح حق الحكم الحين ثالث مره، شنو بيضرب الحكم مثلا؟ هذا الحكم هنا راح يعطي البطاقه الحمراء على فكره. كان بيطلع هذه اللي نتكلم عنها ابو جاسم، هذه الجزئيه، لو انا مكان الحكم كلهم ينطردون. مشكله لاعب محترف. المفروض يا ابو ذنون المفروض انهم يحتفلون بالمركز الرابع. لو جينا الكلام لا المفروض تحتفل. هذا المفروض بالنسبه لي لا مقلقين. ما حد كان يتوقع المغرب يوصل للمرحله دي. لا ما حد كان يتوقع نكون انا لا افهم. اوكي نحلم بس ما كان احد يتوقع نوصل الرابع. اللي توقع هذا الرجل قال الصال الاسود وسجلها من الحلقه الاولى. هذا كذا صح نتكلم اسود بس حتى لا تغير حقائق اذا انت ما لا في بار. لا ما قلت شيء في شباب اسامه لحظه احمد بطل انت وصادق وهنا على كيفك احمد على كيفك. الحين بس عبد الله الشمالي عبد الله احمد الرواس الناس بيسمع هذا ايه نحن ما لنا في جريده. انا ماني في جريده ابو جاسم الحين يطلعون لك في الفار وتشوفه بنفسك. عشان اسود نعم اذا جاز كل يوم تشار معي صلح لك وهذا يخدمك هذا الشيء. هذا لانك انت تقول كلام ولا تفهم ايش قلت. للاسف تقول كلام وما تعرف ايش اللي قلته وايش اللي ما قلته. عندك تشنج الله يهداك عبد الله. خلي يشوف. لو سمحت شباب انت قلت في فيديو احمد الرواس. اول يوم جيت هنا اول يوم انت قلت عشان اشوف اول يوم ايه الحين احمد الرواس. احمد الرواس الرجال قال من اول يوم الحين خلي يعيدون. ما اسمع انا قلت هذا الكلام. لا ما قلت الكلام.